سلام البنات، سلام حبيباتي غالياتي متبعاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكون صحتكم مجموله وتكونوا في احسن الاحوال. البنات، نطلب منكم من هذا المنبر تدعيوا لابي بالشفاء العاجل ان شاء الله يا رب العالمين. يخي دعوه 40 واحد غريب مستجابه. المهم، هنا اليوم جبت لكم محجوبه بطريقه مغايره، محجوبه ربع البنات، تجي خفيفه ريشه، تجيكم بنتها بنت محجوبة البرنوس هذيك اللي نديروها احنا هنا في جهة الشرق، جهة الشاوية، بصح بأبسط طريقة. يعني وحدة مبتدئة راح تديرها وتنجح فيها من أول تجربة. المهم، كما كنت تشوفوا قدامكم البنات، الصورة تعبر على نفسها، يعني روعة روعة، شهيتكم في الجنة. هنا مانيش حنشارك معكم لاصوص والعجينة. اليوم راح ندير معاكم غير طريقة التحضير كامل لاصوص، تعرفوا ديروها كل وحدة ديرها كيما بغات وكيما حوالها. المهم، اليوم كما قلت لكم نعطيكم غير كيفاه نشكلوا المحجوبة تاعنا. هيا البنات، على بركة الله ونقولوا بسم الله. هنايا شوفوا، بعد ما تجنوا العجينة تاعكم تخليوها ترتاح، ديروها لوزات. احنا هنا في جهتنا نقولوا لوزات، نتوما كل واحد هذه الكركوبات هذو نقولوا عليهم لوزه، نتوما ما باليش كيف تسميهم. المهم تكونوا فهمتوا عليا. تجيبوا كميه من الزيت، راح تفتحوا العجينه تاعكم على شكل، راح نديروها شخشوخة النعمة. طيبوا هنايا، شوفوا البنات، طيبوا بالحبة شغل شخشوخة النعمة هذه هي. شوفوا تحلوها وتركزوا على الجناب، الوسط ما تحلوش بزاف باش ما يتقطعش معاكم. وتحطوا الطاجين تاعكم يسخن مليح. تدهنوه بكمية من الزيت وتحطوا فيه هذيك العجينة تاعكم بهذه الطريقة. شوفوا ما تقبلوش النار، طيبوه على نار ناقصة خلاص، وتقلبوه فم البنات باش ما يتحرقوش معاكم، ما تتحرقش معاكم هذه العجينه وتجيكم طريه ورطبه. المهم تقلبوها على الجهتين وتحطوها كما نقولوا بهذه الطريقه. المهم الصوره تعبر على نفسها كيف راني نطيب فيها. خلاص هنايا طيبوهم كامل بنفس الطريقه، الحبات تاعكم كامل راح نديروهم، تغطيوهم بطرشونه وبصاشي حتى تكملوهم. بعد هذا راح ترجعوا عندهم. شوفوا تهزوا بالحبه. هنايا لاصوص تاعكم تكونوا طيبتوها وبردت شويه وتبداو تخدموا بها، ما ديروهاش فيها سخونه باش ما تقطعش معاكم العجينه. واكيد لاصوص تجي حاره وحمراء، واش نقول لكم يا دلالي، بنه على بنه. المهم شهيتكم في الجنه، اللي سخفت تعري درعيها وتنوض ديرها للعشاء ومازال الحال. المهم البنات ولا ديرها غدوه للغدا. المهم هذه تحطوا كميه من لاصوص وتعاودوا تسكروا الحبه على زوج، وتعاودوا تحطوا كميه من لاصوص وتقفلوها. تجيكم كشغل هكا ربع ربع، وتحطوهم تكملوهم كامل بنفس الطريقة وتعاودوا تحطوهم يطيبوا. شوفوا البنات، هنا درجة الحرارة ما تكونش عالية بزاف باش ما تشلفطش معاكم وتجيكم شايحة. خلاص انا دوك نكملهم بنفس الطريقة الحبات تاعي كامل ونرجع معكم في مرحلة الطهي. يعني شتو البنات، ديما نديرو داك الشكل مربع، نديرو بالنص. اليوم قلت تعلمت هذه الطريقة، قلت انا ما نشاركها مع البنات، وهاي البنات راني شاركتها معكم. خلاص هنايا تبداو بعد ما كملتو، هاني كملت الحبات تاعي كامل. بعد هذا نحطهم كما قلت لكم في الطاجين وتتحصلوا على اروع والذ محجوبه. صدقوني البنات راني كليتها كي راني دوكا ندير في المونتاج، راني زدت سخفت عليها، كون نلقى صحن ناكلو بلا هضره. المهم هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. طيبوها على الجناب في زوج وخلاص، وتقدموها البنات هنا مع كاس كوكا كولا وتاكلوها بالصحة والراحة. حبيباتي، هنا حبيبتي اللي وصلتي لهذه المرحلة من الفيديو، ما تنسايش ديري لي جيم وتعليق محفز، والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله.